السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عيد سعيد علينا وعليكم يا رب، كل سنه وكلكم بخير وسعاده يا رب، اللهم امين. عملنا النهارده بقى كوكيز الولاد كده يقوموا الصبح يفطروا منه، شاي بلبن اي حاجه. بصوا عملنا بيضه واحده، ما كلفناش اي حاجه، كل مقاديره ومكوناته من البيت اهو. ان شاء الله عامل ازاي. بصوا كده طريقته سهله خالص وبسيطه. كل الكميه دي طلعت من بيضه واحده وكوبايتين من الدقيق. يلا بينا نشوف مع بعض الطريقه عملناها ازاي. ويا ريت لو عجبك الفيديو متنسيش تشتركي معايا وتعملي شير او لايك. معايا كوبايتين هنا من الدقيق اهو، كوبايه الا ربع من السمنه على الزيت، زبده وسمنه، زيت وسمنه اللي موجود عندك واللي يريحك. 3/4 كوبايه من السكر البودر. معايا هنا معلقتين كده من الكاكاو الخام، بيضه، معلقه كده من النشا اهي، معلقه شاي كده من البيكنج باودر، ظرف من الفانيليا، رشه بسيطه كده من الملح. هنقول تاني: ادي كوبايتين من الدقيق، كوبايه الا ربع من السمنه، كوبايه الا ربع من السكر البودر، بيضه، معلقتين من الكاكاو الاسباني، معلقه هرميه كده من النشا، معلقه شاي من البيكنج باودر، ظرف فانيليا، رشه ملح. هنعمل بقى النهارده مع بعض الكوكيز بتاع الافران اهو. هنضيف السكر، مش هنحتاج بقى لا كبه ولا مضرب ولا حاجه، هنضربه احنا كده. عايزه تعمليه بايدك اعمليه مضرب عادي كده اهو لحد ما لونه بس يغير يفتح معايا. بعد ما عملته كده ضربت السكر بالسمنه، هنزل بالبيضه ما تكونش خارجه من التلاجة اهي، ظرف كده من الفانيليا او لو عندك الفانيليا السائله ماشي. دي معايا بقى ننزل بيه كوبايتين من الدقيق. هنضيف بقى هنا البيكنج باودر، دي ماده رافعه، ومعلقه من النشا كده بتخليها هشه كده ومقرمشه الكوكيز، ورشه كده بسيطه من الملح. الكاكاو ده انا هقسم العجينه نصين. العجينه معايا كده طريه اهي، اقسمها بقى نصين معايا. هاخد نص اهي وهي طريه كده زي ما هي اهي، وده النص الابيض اهو. هنا هضيف معلقتين من الكاكاو اهو، طبعا العجينه هتتقل معايا وهتلم احسن معايا. وهنا هضيف معلقه من الدقيق، هنا بقى هضيف معلقه اهي من الدقيق اهي، وهلم بقى العجينه. في المرحله دي سيبها زي ما قلت لك كده طريه، لان انت هتضيفي الكاكاو، فانت لو عجنتها كويس وخلتها متماسكه هتيجي تضيفي الكاكاو مش هتبقى معاكي ايه متماسكه. هنا بقى الكاكاو اهي هعجنها برضو قدامكم اهي.
كده بعد ما خلصت العجينه، ادي اللي هي بالكاكاو وادي اللي هي البيضه، هنكورها كده. بصوا قد الليمونه كده، وهنحطها كده في الشكل كده اهي. هنحطها بقى في اي صينيه كده للخبز عندك اهي، قد الليمونه كده بالظبط اهي. تضغطي بس عليها ضغطه وتحطيها. هخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. كده بعد ما شكلناها اهو، لازم تسيبي كده مسافه ما بين الواحده والتانيه، لان هو بيفرش سنه، لازم نسيب مسافه كده اهو. هنا برضو اهو عملوا ما شاء الله صينيتين كده اهو، حوالي 35 واحده من الكوكيز. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة كده 170 لمدة 10 او من 10 ل 15 دقيقة بالظبط.